بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الغزالة ديالي السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم كويزين أم رزان مغربية في هولندا. الوصفة ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي تكون عبارة عن عصير أكثر من رائع، عليه إقبال كتير في شهر رمضان. عصير لذيذ بزاف، منعش وبكمية كتيرة ما شاء الله، رغم بساطة المقادير ديالو. ما ترددوش البنات أنكم تجربوه وتخليوا لي رأيكم في التعليقات، فأنا متأكدة غادي يعجبكم بزاف. ندوزو إن شاء الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. ما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم الطيبة. بسم الله. أول حاجة عندي لتر من الحليب السائل، 2 أكياس من الفلان بنكهة الفانيلا، 3 ملاعق كبار من السكر سنيدة أو السكر حبيبات، وعندي كذلك نصف لتر من عصير البرتقال. خديت البرتقال عصرته وصفيته مزيان من ديك التفل ديالو ومن ديك الشوائب، باش حصلت على واحد العصير اللي صافي هكذا. هادو هما العناصر الأساسية أخواتي. ندوزو الآن للطريقة إن شاء الله. خديت طبيصل وضعت فيه سكر سنيدة أو السكر حبيبات، وضفت عليه 2 أكياس من الفلان، وغادي نخلط العناصر جيدا. هاد الخطوة البنات كتساعد على أن كاع ديك التكتلات ديال البودرة الفلان كتختفي مع السكر سنيدة، وبالتالي فاش كنضيفوا هاد الخليط ديال الفلان على الحليب ما كيبقاوليش دوك الكريكبات ديال الفلان الفوق مصفين في الوجه ديال الحليب. غنخلي هاد الطبيصل على جنب، وغناخد كاسرونه نوضع فيها كمية من الحليب السائل، جهد واحد نصف لتر هكا، وغادي نخوي عليها الخليط ديال السكر سنيدة أو السكر حبيبات مع الفلان بنكهة الفاني. بالنسبة للأخوات اللي ما كيتوفروش على هاد الفلان الصغير ممكن يستعملوا الفلان الكبير، غير فقط يستغناو على السكر أو يديروا الحلاوة على حسب الجهد اللي بغاو هما. صافي أخواتي، غادي نكمل هنايا الكمية المتبقية ديال الحليب ونخلط العناصر جيدا حتى يذوب هذاك السكر تماما في الحليب. كيف ما كتشوفوا معايا هنا ما كيبانليش دوك التكتلات ديال الفلان بصفة نهائية، وهذا هو الهدف من ديك المرحلة اللي خلطنا فيها السكر مع بودرة الفلان أو الكريم كراميل. صافي أخواتي، حطيت الكاسرونة ديالي على نار متوسطة مع التحريك مرة مرة حتى يوصل هاد الخليط ديالي لدرجة الغليان، يعني يجيب ديك الغلية وتجي ديك الكشكوشة جاية تطلع هكايا. عاد نحبسو، ما تخليوهش فقط يدفى البنات وتحيدوه من فوق النار، ضروري ما يوصل الخليط لدرجة الغليان، فهذه خطوة مهمة. صافي أخواتي، بالنسبة ليا خديت واحد المول ديال الزاج، شللته بالماء وخليت فيه قطرات من الماء. هاد العملية كتسهل مثلا إلا كنا باغيين نديرو غير الفلان عادي وناكلوه بالمعلقة، فالفلان ديالنا كينزل بكل سهولة. هاد القطرات د الماء اللي كتبقى لينا في المول كتسهل علينا الفلان ديالنا ينزل معنا بكل سهولة. خويت الخليط ديال الفلان في هاد المول وغادي نخليه على طاولة العمل حتى يتماسك ويبرد. ضروري ما يبرد مزيان البنات ويتماسك جيدا. أخواتي، إلا بغيتو تحصلوا على نتيجة أفضل، ما تخليوش الفلان ديالكم يعني يلاه يبدا يشد راسو، يلاه يبدا كيتماسك، صافي وتنوضوا يعني تخلطوه. خليوه يشد راسو مزيان ويعقد مزيان ويبرد مزيان بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. شوفوا البنات قابض في راسو ما شاء الله. وهنا غادي نحاول نهز لكم بواحد المعلقه باش تشوفوا شحال راه يعني هذا الفلون ديالي عاقد. يعني الطريقه راه كيعرفها الكل، غير فقط كاينين اخوات اللي كيقولوا غنديروه غير في عصير يلاه يشد راسو غير شويه وغادي نخدموه. لا البنات، خليوه من الاحسن هكا حتى تحصلوا على هذا القوام، هذا قوام اللي عاقد مزيان. ندوزو نكملوا الطريقه ان شاء الله. خديت هنايا كأس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نوضع فيه الفلان ديالي بهذا الشكل، يعني الكميه كامله غادي ننزلها عفوا في الكاس ديال الخلاط. وكيف ما قلت لكم الحلاوه راها كتبقى على حسب الجهد ديالكم وعلى حسب الذوق ديالكم، ممكن تضيفوا كميه اكثر كيف ما ممكن تستغناو على السكر. ضفت نصف كميه ديال عصير البرتقال. هنا البنات كتشوفوا معايا عندي علبه ديال الياغورت، هذه ما ذكرتهاش لكم في المقادير، وعندي
كيس من سكر فانيلا. هادو إضافة اختيارية شخصية أنا ضفتها، ممكن نتوما ما تضيفوهاش وتكتفيو فقط بالحليب وعصير البرتقال والسكر والفلان. هادشي اللي كاين، الفلان عفوا البنات. هادشي اللي كاين. أنا هادو زدتهم، يعني كنأكد أنهم اختياريين. الياغورت وكذلك كيس ديال الفانيلا، يعني بغيت نتحصل على واحد العصير اللي يجي غني أكتر ولذيذ أكتر. كتبقى خطوة اختيارية، هو في جميع الأحوال كيجي لذيذ واخا ما تضيفوش هاد الياغورت وهاد الفانيلا. هادو أنا بقات يعني مسألة شخصية وصافي. غادي نطحن العناصر جيدا مع بعض، وراه قلت لكم بقى عندي نصف كمية ديال عصير البرتقال، يعني على حساب القوام نتوما تحكموا في القوام ديال العصير ديالكم، واش بغيتوه خاطر بزاف أو لا خفيف. صافي غادي نطحن مزيان البنات، وغادي نضيف الكمية المتبقية كذلك من العصير ونخلط حتى نتحصل على واحد القوام كريمي و... وعصير يعني وعصير متجانس. بالنسبة لكم أخواتي في هذه اللحظة ممكن تضيفوا كذلك الفواكه على حسب الرغبة ديالكم. صافي أخواتي، كيف ما كتشوفوا عندي هنايا واحد لو بول كنخوي فيه العصير ديالي، حيت أنا العصير طحنته على 2 مرات. واحد الطحنة جاتني شوية ثقيلة والطحنة الأخرى كانت شوية خفيفة، لذلك اضطريت نحطو في هذا البول ونخلط باش نتحصل على قوام يعني مقاد، ماشي خفيف ماشي ثقيل، ما نخليش كل جزء د العصير بوحدو. بالنسبة لكم أخواتي وانتم كطحنوا ممكن تضيفوا أي نوع ديال الياغورت بغيتوه بنكهة المشمش مثلا أو الخوخ أو اللي بغيتو. ما كانش عندكم الياغورت ممكن تضيفوا قطع ديال الموز، ممكن تضيفوا قطع ديال الخوخ ولو معلب أو قطع ديال المشمش، المهم كيبقى لكم الاختيار. وهذا العصير يعني تلعبوا فيه كيف ما بغيتو نتوما، أهم حاجة النتيجة ديالو كتجي ولا أروع وكيجي لذيذ بزاف. كيف ما شفتوا معايا البنات بعد ما خلطت العصير ديالي كامل، هنا كنخويه في قريعات ديال الزاج. شوفوا القوام ديالو ما شاء الله كيجي خاطر البنات، والختوريه نتوما تحكموا فيها. اللي ما بغاتش طحنوا بعصير البرتقال ممكن تستغنى عليه وطحن تعوض عصير البرتقال بالحليب. هادشي اللي كاين البنات، كيبقى لكم الاختيار. المهم كاين بزاف ديال لو شوا في هذا العصير هذا، تحكموا فيه وتلعبوا فيه كيف ما بغيتو نتوما، غير هي النتيجه كتبقى دائما رائعه ومميزه، والكميه وفيره ما شاء الله. انا تقريبا حط لي تقريبا 2 لتر. شي حاجه غزاله البنات ما تندموش عليها، وكتنفع حتى الضيافات ولا العراضات. كيجي عصير اللي لذيذ بزاف ومنعش وبكميه اللي كثيره، وكيف ما شفتوا معايا بمقادير اللي هي بسيطه. اخواتي الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بواحد اللايك، الله يجازيكم بخير، تعليقاتكم الطيبه والمحفزه والبارطاج مع الاهل والاحباب. وكنتمنى من كل قلبي انكم تجربوا هذه الوصفه وتشاركوني تطبيقاتكم كيف ما العاده وارائكم وتعليقاتكم، وتوصلوا لي يعني النتيجه اللي تحصلتوا عليها، وكلامكم الطيب لله يخطيكم. فعلا البنات هذه الوصفه كتستحق التجربه. سجلوها عندكم وغادي تنفعكم للشهر الكريم إن شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنسونيش من دعمكم. وملاحظة أخرى، هاد الفلان اللي استعملت أنا ديال الفاني تقدروا تستعملوا فلان ديال الفريز أو فلان شوكولا، مهم تحكموا نتوما فيه كيف ما بغيتو. كيف ما قلت لكم كيبقى لكم لو شوا تعاملوا مع هاد العصير كيف ما بغيتو نتوما. إلى هنا غنقول لكم بسلامة، وفي فيديو آخر بإذن الله تعالى. الله يلقينا في الخير.